المنوم ده هيجيب نتيجه ولا صوت الاذان هيصحيه زي ما هو متعود؟ يصحى مين يا؟ يصحى مين؟ انا بديله منوم ينيم جمل. الحمد لله. انا برضه مش هقدر اشوفه وهو بيتعذب. ده مهما كان ابويا. حنية قلبك دي، حنية قلبك دي اللي مخوفاني من ناحيتها. يا ابني احنا هنموته. عارف يعني هنموته؟ هو الموت درجات. يا ابني افهم. هنحط له المنوم في الشاي ونروح ننام انا وانت عادي خالص. ونيجي ساعة أذان الفجر اخلص ازاي؟ انا مرعوب قوي. يا ابني ما تخافش. ما تخافش كده وخليك حديد وقلبك جامد. انت كده هتقلقني منك. بس انا اقول لك على حاجه. الفلوس اللي هتحبيشها منه كمل قلبك. انت ازاي هادي كده؟ نفسي ابقى زيك. عايز تبقى زيي؟ عايز تبقى زيي؟ خلي تفكيرك كله بعد ما يموت الله يرحمه ونروح يا باشا البنك ونقعد كده ونسحب الوديعه بتاعته. لما تشوف الفلوس قلبك ده هيبقى حديد. وده هيحصل بعد موته بقد ايه؟ الحمد لله على السلامه يا ريس. كده انت وصلت يا قلب اخوك. قلت ايه يا عم؟ انا مش عارف اتلم على نفسي من الخوف. يا ابني ما تخافش ما تخافش. احنا هنموته بطريقه عاديه خالص. حته فوطه مبلوله وهنكتب بها نفسه وهناك الجن الازرق هيعرف احنا موتناه ازاي. وبعد ما يموت يا عم هنروح نصوت ونعمل نواح ونبكي ونعمل كل حاجه. ما تخافش. اقول لك على حاجه كمان تريح قلبك. نعمل له تدبير على راسه في كل شارع. ازاي ما بسط الامور قوي كده؟ مش لسه في تحقيقات والنيابه؟ تحياتي يا ابني. راجل كبير ومات الله يرحمه واحنا بس اللي معانا وكل واحد نايم فينا في اوضته حياتي خالص. والسبب في التغيير ده يطلع وجود حد الضغط الدمويه مش الضغط تمام. معقولة يا بنتي حنين انت عايشة كل السنين دي مغفلة مع مجرم؟ ومش اي مجرم، ده هيقتل ابوه. ازاي هقدر اعيش معاك تاني بعد ما ايديك اتلوثت بدم ابوك؟ انا لازم امنعه، لازم. خد بالك يا عمر، انا مش عايز احس باي حاجه. خلص بسرعه عشان انا بس مستحمل. ما تخافش يالا. انا عامل حسابي على كل حاجه وجاي جرامتات عشان البصمات. الموضوع سهل قوي مش هياخد وقت. لا يا عمر لا، حرام عليك. هتعمل ايه في ابوك؟ حرام عليك، ده ابوك اللي عمره ما حرم من حاجه. انت لا فيه. سيبيهم يا بنتي، سيبيهم يمكن ضميره يكون مرتاح. انت كنت عارف ان انا؟ ايوه كنت عارف، سمعتك كنت بتتفق انت واخوك امبارح. طب يا اخي كنت سيبنا وما اصلي الفجر؟ مستخسر فيا حتى اصلي الفجر؟ ولا كنت صحينا حتى انطق الشهاده؟ سامحني يابا، الشيطان وزاني وحب للفلوس عماني. يعني انت كنت عارف ان انا هقتلك وساكت؟ ساكت بقول كده، انما لك يصحى تتكلم. ساكت لك يا ابني، اعمل ايه بس؟
يمكن تنفوق لنفسك الشيطان اللي وزك ده وضحك عليك. معلش يا عم، سامحهم وارضى عنهم عشان خاطري. انت عارفه يا بنتي، انا لو اسامحهم عشان خاطرك انت، عشان ان ربنا رزقك بزوجه صالحه صرف فيك وفي جدتك. واذا كان على الفلوس اللي انتوا كنتوا عاوزين تقتلونا عشان اخدوه، انا مش عاوز منها حاجه، خدوها يمكن ربنا يسامحني على تربيتي فيكم، يسامحني على تربيتي فيكم. يا كمال، يلا يا ابني عشان نلحق صلاة الفجر. حاضر يا بابا. الحمد لله انه طلع حلو، مش حقيقي. الحمد لله.